نسمع فقرة أستاذي الفاضل الكريم أبو غسان. شرف لنا أن يهدينا هذه الفقرة. تفضلوا يا شباب. أبو مصطفى أنت مشاغب، تفضلوا ارتاحوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبارك ابتداء للعروسين بارك الله عليهما وجمع بينهما في خير ورزقهما الذرية الصالحة. راح نقدم حاجة من التراث الفلسطيني القديم، من تراث فلسطين في الخمسينات والستينات. بدنا سمع بس يا شباب. الأرجوزة الأولى أو القطعة الأولى وهي 4 أبيات للعريس. العريس عادل. عادل يا حبة العين، يا زمرتي في قلادي، يا ريت امك جابت 2 يوم الحبل ولولادي. الثانية لأبو عادل. أبو عادل يا رب خليه كثر عليه النعايم، والعقبة عنده للباقين، والعز والفرح دايم. الثالثة للعروس، بس راح يورد فيها سرج الخيل. سرج الخيل يعني جاب الخيل ووضع السرج على ظهر الحصن. هذه تقال أن كانت لما يروحوا ياخذوا العروس من بيت أهلها إلى بيت العريس. فيقولها الشاعر الآتي، نسمع يا شباب. يا بنت يا معطرة الذيل، يا أم الثوب الرهافي، أبوك سرج الخيل، قومي اطلعي لا تخافي. أنا بحكم أني أنا من غزة، الرابعة من تأليفي وهي لغزة. وغزة ما هي الكودار يا واو، وغزة للي حماها، وغزة لأحمد الياسين هاللي بدمه رواها. سلامتكم. السلام عليكم.